اهلا بيكم في فيديو جديد. اتمنى تكونوا بخير يا جماعه من داخل معرض ابن سندر، والنهارده مع عرض مميز جدا. هو الاستاذ احمد الشهاوي. هناخد جوله كده معاه، يدينا فكره عن المنتجات اللي معاه. بسم الله ما شاء الله. ويدينا فكره عن الاسعار هنخليها بالتليفون نظرا لانها متغيره. ناخد فكره كده معاك. الاول بنرحب بيك في معرض ابن سندر. اهلا بيك يا سلمان، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ حبيبي يا كبير، طبعا من دايما منورنا بطريقتك الجميله ان شاء الله. الله يخليك، انت منور حبيبي المعرض يا عم احمد. والله انت حبيبي يا عارف صاحبي، انا بعزك. وانا انت من بعزك الناس والله في الله. المحترمه والله. حبيبي يا اخويا، الله حبيبي يا يخليك، اخويا. ادينا فكره كده النهارده نازل لنا بايه معاك ايه؟ بص يا باشا، انا نازل لك بتشكيله حاجات منتجات مستورده كده، يعني لوز اللوز زي ما بيقولوا. عندنا الباتيه بتاع الكناري اللي بتاع كويكو، طبعا غني التعريف، اللي بالعسل. تمام، ده يعني بص، من عشاق الكناري بتعشقه الاحمر الريد الجميل ده، اللي ايه يخلي الالوان زاهيه كده. بالظبط. عندنا خلطه المكسرات. الخلطه دي يعني متوازنه جدا جدا، فيها فواكه ومكسرات ولب. يعني الخلطه دي يعني بغبغانك هياخدها هيدعي لك، والله والله هيدعي لك. احنا بندعي لك من غير حاجه. حبيبي حبيبي. حبيبي يا عندنا ريس. طبعا الباتيهات بتاعت شركه في الثلاجه طبعا. الباتيه الجولد والباتيه الجولد بتاع البغبغانات. عندنا بقى تشكيله البلت بقى، اللي ايه اللي قلبك يحبها بقى. كل انواع البلت اللي انت نفسك فيها، الهاي انرجي، الميني بتاع الكوكتيلات، الاوميجا بتاع الحاجات الكبيره، البي 19 طبعا الاوريجينال، البريدر. تمام. عندنا البيسر دي الحاجات اللي هي التفريخ. عندنا البي 15 الملون. عندنا ده طبعا دي خلطه دانيال اللي هي اليوبر. دي يعني خلطه بتاع متوازنه بالفواكه والخضار. دي اول مره تنزل في مصر. عندنا طبعا خلطه المستنبت. دي خلطه برستيج اللي هي ايه، اللي هي زي دي كده يا استاذ ماني. تمام. دي خلطه مستورده. دي خلطه متوازنه بقى باللب. دي تجزئه منها يعني. لب وشوفان بقى وبلت وباتيه وقرطم، حاجه يعني كده، يعني العصفور هياخدها هيدعي لك برضه. تمام. ماشي. عندنا طبعا الدخن الاحمر، بذور الطاقه. عندنا المشي الاحمر، القرطم. عندنا طبعا هيفيدوا بالعافيه، اللي هو يعني ده بتاع حماده كلبه طبعا غني عن التعريف. حبيبي. عندنا بقى مجموعه الزيوت. وعندنا جروفيت بلاير والكالسيوم. وده محملات الكالسيوم، ارفع الكالسيوم، انت كارفلور. تمام. هولندي. تمام. عندنا طبعا مجموعه الفيتامينات بتاع شركه كويكو. ماشي. عندنا الفيرتي طبعا، الخصوبه، الميوتا فيت. عندنا الاوبتي بريد والكالسي والبي بيور. آه، عندنا مالتي فيتامين قوي جدا، وده حاجه مستورده يعني على العالي، يعني هتظبط معاك البلبان والعصفور. وعندنا طبعا كالسيوم كويكو السائل. عندنا الاربعه في واحد. عندنا طبعا خلطه الزبرين للبلبانات الكبيره. تمام. عندنا خلطه الفيتا بتاعت التحديق. الخلطه دي يعني بنصح كل مزرعه، يعني ما عندهاش الخلطه دي هتندم كتير. الخلطه دي فيها مغنيسيوم وفيتامينات واملاح، حاجه كده تخلي يعني العصفور زي الحصان زي ما بيقولوا. حبيبي يا كبير. ماشي. طبعا عندنا الشكاير بتاعتنا والهاي انرجي التاكيد يدوي. تمام. تمام. خدنا فكره سريعه. تدينا رقم للتواصل. 010 6 922 4 6 3 7. ماشي. في انتظار كل اخواتي طبعا، واي حد يجي من طرفك يا على راسي، واعمل له احلى خصم يعني. حبيبي يا كبير. حبيبي يا ريس، حبيبي يا باشا. طب يا جماعه، انا الاول حابب اشكر استاذ احمد الشهاوي على تواجده معانا. بسم الله ما شاء الله. شفنا يعني تشكيله كبيره جدا جدا من الحاجات، معظمها او 90% منها مستورد من شركات عالميه. تعالى يا باشا، الاكزوليت موجوده يا باشا. الاكزوليت ده بتاع طائر الفيش ده يعني ما فيش مزرعه مش موجود عندها الاكزوليت ده. يعني ده يعني وداع للفيش بمعنى صح. طب بالله عليك الجرعه قد ايه؟ الجرعه نص سنتي على 3 لتر ونص، او سنتي على 7 لتر. بس يبقى الجماعه احنا خدناها من بوقك بس يا باشا، واعتمد الجرعه دي يا باشا. طيب تمام زي الفل. زي ما قلنا يا جماعه، تشكيله مميزه جدا. استاذ احمد الشهاوي، معظم الحاجات شركات عالميه، شركات الناس المحترفه في المزارع بره مصر وجوه مصر بتعتمدها. وهي الفكره بقى ان هو مجزأ منها حاجات، يعني في حاجات فيها تجزئه. خدنا رقم بالتواصل. الاسعار بكرر مره ثانيه، اسعار متغيره. فانت هتتصل بالتليفون لان هو عنده توصيل. والاماكن المتاح فيها يا اما في معرض ابن سندر. في مصر الجديده، معرض ابن سندر وسوق السيده عائشه ومدينه نصر والمرج الجديده.
يعني دي ده الاماكن موجود في كل حته. موجود يا باشا في اي حته، اي حته بس اطلعوا من الشقاوه هتلاقينا موجودين. حبيبي يا عم أحمد. حبيبي يا ريس. تمام. تمام يا كبير، كده خدنا فكره. اشوفكم في فيديو جديد وعارض جديد من عارضين معرض ابن سندر. شكرا.